مشاهدينا ومشاهدي المصري في كل مكان، مساء الخير. على الهواء مباشرة حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، استكمالا للحلقة اللي كنا بدأناها الأسبوع اللي فات. احنا كنا بنتكلم على الأمن الغذائي، مفهوم الأمن الغذائي وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي. النهاردة موضوع حلقتنا هو الصناعات الغذائية، وهي مرتبطة بشكل كبير بتحقيق الأمن الغذائي. وضيف حلقتنا النهاردة في الاستوديو هو أستاذ دكتور أشرف مهدي، أستاذ دكتور الصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة بنها. أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات، من أقدمها تقريبا. رأس المال حوالي 50 مليار جنيه، والعمالة حوالي 5 مليون عامل يعملون بهذا القطاع المهم، وبيساهم بحوالي 10% في الدخل القومي. هل الأرقام دي صحيحة؟ هي الارقام طبعا مش كلها صحيح، لان قطاع الصناعات الغذائيه زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي من اقدم القطاعات الصناعيه الموجوده في مصر. يمكن القطاع ده بدا في مصر سنه 1930 بانشاء شركه كبيره ما زالت موجوده حتى الان، والشركه دي بدات حكوميه وعملت لها فروع، وهي كانت اول شركه للصناعات الغذائيه في مصر وفي الشرق الاوسط كله. احنا بنتكلم على 1930. 1930 كانت اول شركه في مصر وفي الشرق الاوسط كله. الشركه ديت بدات تعمل فروع في اغلب محافظات مصر، واشتغلت في تقريبا في كل الصناعات الغذائيه، المربات والعصاير، واشتغلت في الاسماك وفي الزبيب، في كل الصناعات الغذائيه. وهي يمكن اللي علمت كل الشركات الوليده او الشركات القطاع الخاص اللي في وقتنا في الوقت الحالي حتى بياخدوا الخبره من الشركه الكبيره ديت. فالصناعات الغذائيه يعني حتى في مثل ياباني بيقول ماذا تاكل قل لي ماذا تاكل اكل لك من انت. فالصناعات الغذائيه بتدل على ثقافه المجتمع، يعني عشان يكون في مجتمع راقي او مجتمع كويس لابد ان يكون عنده صناعات غذائيه كويس، لان انا بنتج غذاء الانسان، الوقود بتاع الانسان هو اللي بنتجه. في حلقه النهارده عايزين نتكلم في اكتر من جزئيه. عايزين نتكلم على سلامه الغذاء، عايزين نتكلم على الصناعات العشوائيه اللي طلعت وبتهدد صناعه الغذاء، وايضا بتهدد صحه المواطن. عايزين نتكلم على فرص الاستثمار في هذا القطاع المهم، وحال هذا القطاع خاصة بعد الظروف اللي بتمر بيها مصر، والظروف اللي احنا كلنا بنعيشها من حالة عدم استقرار، واللي بتأثر كمان على الاستثمار بشكل عام. لو بصينا حضرتك لمصر بلاقي ان موقع مصر فريد. الموقع بتاعنا احنا تقريبا بنقع ما بين 3 قارات، فانا اقدر حتى انا بدأ بصناعات غذائيه مش عشان الشعب المصري او عشان المستهلك المصري، ده انا ممكن كمان افكر في الصناعات الغذائيه من اجل التصدير، عشان اشغل عماله كتير وعشان ادر دخل قومي للبلد. فلاقي ان انا قريب جدا من اوروبا اللي انا ممكن اقدر اصدر لها صناعات غذائيه متميز جدا فيها زي الخضر والفاكهه والعصائر والمشروبات، وقريب جدا من اسيا، الدول الخليج كلها اقدر ان انا اصدر لها، وقريب من الدول الافريقيه. حتى تنوع ذوق المستهلك في القارات اللي حواليا دي ان انا اقدر ان انا اصدر لها. ولو رجعنا للتاريخ او للاديان السماويه، سيدنا يوسف كان بيقول لربنا في سوره يوسف اجعلنا على خزائن الارض. خزائن الارض مصر، يعني بلدنا. ربنا سبحانه وتعالى خالق الكون جعل مصر هي سله الغذاء اللي تغذي العالم كله او الدنيا كلها. طب احنا فين دلوقتي؟ لا احنا بعيد شويه او بعيد كتير عشان اكون واقعي. يمكن احنا دلوقتي بنستورد تقريبا نص الغذاء بتاعنا، وتحولت يعني مصر من دوله زراعيه، من دوله مفروض ان انا اكفي الشعب بتاعي واصدر للدول المحيطه بيها، او اصدر ابقى دوله زراعيه. انا دوله زراعيه بالدرجه الاولى، لان ربنا اللي قال كده. ده عندنا سينا، وربنا سبحانه وتعالى برضو قال والتين والزيتون وطور سنين. يعني مفروض ان انا صناعه الزيتون وزيت الزيتون الاقي ان انا بستورد زيت زيتون. انا عندي اماكن كتيره جدا مستصلحه تم زراعتها بالزيتون في وادي النطرون. كنا رحنا من حوالي 2 سنين نعمل مشروع، يعني واحد زميلنا عنده مزرعه كبيره في وادي النطرون وطلع صنف زيتون تفاحي. الزيتون اللي بيطلع بيترمي في الارض يبوظ، ما حدش بيصنعه. فخدنا عشان نروح نعمل مشروع معاه هناك، او نساعده في انشاء مشروع ان يصنع زيت ويصنع مخللات من الزيتون ده. فروحنا ما فيش طرق، ما فيش كهرباء، ما فيش. هنا بيدخل دور الحكومه في المفروض ان الحكومه توفر الحاجات دي على اساس ان انا هنتج للبلد، انا هصدر. يعني انا دلوقتي زيت الزيتون ده زيت صحي جدا جدا مفيد. انا بستورد 95% من الزيت اللي بستهلكه، 5% في الوقت بس اللي احنا ممكن ننتج. انا عندي انتاج بيترمي. انا لو خدت الزيتون اللي هو في المناطق المستصلحه دي كلها والمناطق ديت، وخدت الزيتون وبدات استخرج منه الزيت، واخلي المستهلك بدل ما يستخدم زيت انا مش عارف مصدره ايه لان انا مستورده وممكن يكون فيه مشاكل، انا ممكن انتج زيت زيتون من عندي هنا امن وصحي ونظيف ورخيص.
يعني يمكن الناس اللي استصلحت دي كتير منها خلاص هيسيب الارض بتاعته اللي هي في اماكن كتير. انا بقول لحضرتك لان مفيش اي عماله، مفيش ميه كويسه. هي مفيش مشكله الهدر دي مشكله تانية يعني، برضو من النسب العاليه هي نسب الهدر الغذائي في مصر نظرا لعدم وجود اماكن للتخزين. دي بتبقى في الحبوب، في القمح. يعني احنا مثلا احنا في القمح عندنا بنستهلك سنويا 14 مليون طن، احنا بننتج منهم تقريبا 50%، بننتج من 7 ل 6 ل 8 الاحصائيات بتسجل. لو جينا نقسم المعدل دون على عدد السكان بتاع مصر، فهلاقي اعلى معدل استهلاك للمواطن المصري. بس ده مش حقيقي، لان انا عندي جزء كبير جدا من القمح ده مهدر، سواء ان انا بستخدمه في غير مجاله زي ان انا بغذي بيه الطيور او بغذي بيه الحيوانات في بعض القرى والريف، او ان انا بلاقي مفيش وسائل تخزين، وبالتالي ممكن العصافير والقوارض زي الفئران والحشرات والسوس وكل الحاجات دي تشارك المواطن المصري في القمح بتاعه المتخزن. في مشاريع لانشاء صوامع لحفظ هي المشاريع بتاع الصوامع دي المفروض ان الدوله تنشأ، لانها بتبقى مشاريع مكلفه جدا، وبالتالي مشاريع استراتيجيه. مشاريع استراتيجيه، لان دي الاستثمار فيها مش هيبقى مربح قوي للقطاع الخاص انه يخش فيها، لكن المفروض ان الدوله بتامنها. يعني انا عندي قدر كبير جدا من الصوامع في مصر، ولكن محتاج المزيد على اساس ان انا اقدر استوعب. احنا عندنا مثلا مشكله الرز السنه دي، لما الانتاجيه بتاعته ما شاء الله كانت كويسه جدا، لما جم الناس الفلاحين يبداوا يودوه لبنك التسليف الزراعي، كتير من الرز ما تسلمش البنك، فبيبدا المواطن ممكن يخزنه عنده، ممكن سوء تخزين يحصل له تلف او يحصل له حاجه. فلاقي لو انا فعلا اهتميت بالتخزين بالذات في مجال الحبوب هيحل جزء كبير جدا، هيقلل نسبه الاستيراد اللي انا بستوردها. يعني بدل ما استورد 7 مليون 6 مليون طن، ممكن اقل مليون. ممكن في نسبه كبيره جدا، الاحصائيات يمكن مش معايا حاليا، لكن في من القراءات الموجوده ان في هدر كبير جدا بنتيجه سوء التخزين بالنسبه للحبوب. احنا بنحاول ان احنا نطرح المشكله ونلاقي لها علاج. يعني لو الفكره في سوء التخزين، يبقى احنا ممكن يكون في اهتمام. هو سوء التخزين ده بيحل جزء كبير من المشكله، لكن المشكله برضه مشكله الاستيراد الاساسيه. مشكله ان انا ببدا اتوسع. انا بالنسبه برضه للصناعات الغذائيه في مصر، انا يمكن المجال الكويس جدا اللي عندنا في مصر مجال الخضر والفاكهه. احنا انتاجيه مصر من الخضر والفاكهه كويسه جدا. يعني انا عندي كل الفاكهه والخضار موجوده طول السنه. يمكن الزراعه بيبقى فيها عيب او ان هي بتبقى موسميه، ان بتطلع صنف معين في الشتاء وصنف معين في الصيف، لكن انا بلاقي انا عندي الجو بتاعي تقريبا جو قارات العالم كله. انا عندي شتاء وعندي صيف وعندي يعني الارض الزراعيه بتاعت مصر عندي هنا بتزرع 365 يوم في السنه. انا حضرتك كنت في المانيا باخد الدكتوراه من هناك، 4 شهور او 5 شهور اللي البلد بتزرع فيهم، وطول السنه في ثلج موجود، ما فيش زراعه. لكن انا عندي هنا البلد كلها مزروعه طول السنه، فبالتالي الرقعه الزراعيه بتاعتي لو انا حافظت عليها، لو انا لجأت الارض المستصلحه بتاعتي، فانا عندي كل انواع المحاصيل. انا بتكلم على قطاع الخضر والفاكهه. بس يمكن هي الشكوى من جوده المنتجات اللي بتطلع للمواطن. والله الارض المستصلحه فعلا ما فيش فيها مشاكل في الجوده. الارض دي لان فعلا لسه ما دخلش فيها الاسمده، ما دخلش فيها المبيدات، وبالتالي فعلا ما فيش فيها افات زراعيه زي يمكن اللي في الدلتا. لكن احنا بنسمعها الشكوى المنتج الزراعي اللي موجود في السوق يعني مش دايما بتبقى جودته عاليه او لا، المنتج الخام جودته ما فيش فيها مشاكل، جودته عاليه جدا. يعني المنتج الخام عندنا بعض المشاكل عشان ما ندفنش رؤوسنا في الرمال. في ناس بيستخدموا مبيدات عشوائيه، ده نتيجه ان في جهل عندنا مع المزارع المصري. حلقات التوعيه ودور المشرف الزراعي والجمعيه الزراعيه دي خلاص تقريبا اتلغت دلوقتي. يعني الجمعيه الزراعيه موجوده هياكل او رموز، ما بتعملش اي دور خالص. فالفلاح احيانا بيبقى ممكن ما يعرفش مدى خطوره المبيد اللي بيستخدمه. انما المحاصيل بتاعتنا لما نقارنها بالصفات الجوده بتاعتها باي محاصيل زراعيه في المنطقه او في محاصيل تانية، لا الجوده عاليه. لو انا عملت تحليل كيماوي لاي موز، خيار، خوخ، اي نوع من انواع الخضروات او الفاكهه بتاعتنا، وقارنتها بكل الانواع من دول العالم كلها، لا بلاقي الجوده عاليه. انا بس المشكله عندي بلاقي فعلا بقايا مبيدات ممكن تكون موجوده، وده نقدر نتغلب عليه ان احنا نحظر المبيدات الممنوع استخدامها، نقدر نعلم المعاملات الجيده للمزارع وللمستهلك كمان، ازاي ان انا اتخلص من المبيدات دي واثارها واضرارها، على اساس ان انا بيبقى في فتره سماح بين عمليه المكافحه باستخدام المبيدات وما بين عمليه الحصاد. لو انا فهمت الحاجات دي الناس بتستجيب. يعني احنا محتاجين بالتالي اعاده تاهيل لدور المزارع من اول وجديد علشان يكون في اهتمام اكتر. احنا محتاجين فعلا. احنا المزارع ده مش على خريطتنا خالص. يمكن احنا هنا ما حدش بيهتم بالمزارع. انا يمكن من منطقه ريفيه بعايش المزارعين، لان العيله بتاعتي بتشتغل في مجال الزراعه. بلاقي ما فيش حد بيهتم بحاجه.
كل حاجه انت عاوز تعملها بتعملها من ذاتك، من خبراتك الشخصيه. يعني حتى اي مبيد جديد الناس بيستخدموه عندنا بيستخدموه من ان صاحب محل المبيدات قال لهم استخدموه، لكن هل في دور للدوله او دور للحكومه او لازم يكون في دعم اكتر للمزارع، لازم يكون في رقابه اكتر، مفروض. يعني احنا كتير جدا كنا بنروح تبع كليه الزراعه، بنروح لمديريات الزراعه نعلم الحاجات دي، وفي ناس بتستجيب بصراحه. يعني في استجابه، بس الاستجابه من الدور الحكومي بطيئه. لابد ان احنا فعلا نتجه للمزارع، لان هو ده هو اللي بيجيب لنا الاكل بتاعنا، هو اللي بينتج الغذاء اللي احنا هنعيش عليه. والامن الغذائي هو جزء من الامن القومي. طبعا ما ينفعش ان انا دوله زراعيه واستورد 50% من الاكل بتاعي. انا دوله في الاساس تصنيفي دوله زراعيه، انا مش دوله صناعيه. انا عندي صناعات كويسه جدا وصناعات كبيره، ولكن انا المفروض كدوله عندي انا اعتبر نهر النيل ماشي من اكبر انهار العالم موجوده عندي ارض خصبه، عندي عماله، انا عندي تقريبا بمر على او بيحيط بيها البحر الابيض والبحر الاحمر مواني اقدر اصدر بيها. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في التصدير، لان بتلاقي الاماكن التصدير الجديد منها بقى كويس ما كانش فيها ثلاجات. يعني انا لو جيت كمصدر عشان اجي اصدر، كمان نقطه هنتكلم حضرتك طرحتيها هنتكلم فيها، اللي هي مين الجهه المسؤوله عن الغذاء في مصر؟ الرقابه. عايزين نتكلم بس الاول على التشريعات والقوانين، لان مفيش يعني بالنسبه للصناعات الغذائيه مفيش قانون موحد للصناعات الغذائيه. حضرتك والقوانين اللي موجوده قوانين قديمه جدا. لو بصيت للقوانين كلها من سنه 49 كلها من ايام جلاله الملك. القوانين ان انا اجي الاقي لو واحد او صاحب محل جزاره نقل اللحمه بتاعته من السلخانه اللي هي بيت الذبح لحد المجزر في حاجه مخالفه يعرض يعني القوانين اللي ساريه دلوقتي هي قوانين سنه 49. قوانين قديمه جدا. بيطلع بعد كده امر وزاري، الامر الوزاري ده مع ان الوزير بيتشال او الحكومه بتتشال بيتمسح بيتلغي او بيتشال. مفيش قانون موحد ان هو بيحكم الغذاء او في عقوبات رادعه فيه، لكن احنا ما عندناش. هتلاقي اي واحد عنده قضيه غش تجاري بالنسبه للاغذيه او اي مشكله في الغذاء بيقدر بوسيله بسيطه جدا يقدر يجيب شهاده وبيقدر يقدمها وبيطلع منها. يعني ما بتلاقيش حد تعاقب او اتسجن سجن كبير عشان في فساد في الاغذيه. هو كان قبل الثوره قبل الثوره كان في مطالب في مجلس الشعب باصدار قانون موحد. طب احنا بعد الثوره ايه الوضع؟ احنا كان يمكن قبل الثوره عندنا دوله اللي هي جاره لنا السعوديه عملت هيئه او منظمه شبه المنظمه اللي اسمها منظمه الاغذيه والزراعه السعوديه، زي منظمه الاغذيه والزراعه زي الفاو. المنظمه دي هي الجهه الوحيده في المملكه السعوديه المسؤوله عن رقابه وتشريعات وكل شيء يخص الغذاء والدواء، لان هم الاثنين على نفس القدر من الاهميه. يمكن في مصر في مجلس الشعب اللي هو كان 2010 كانوا بداوا يشكلوا هيئه سلامه الغذاء، وجابوا استاذ دكتور بس هو تخصصه كان انتاج حيواني مش تخصص صناعات غذائيه. المفروض هيئه زي دي بتهتم دكاتره الصناعات الغذائيه موجودين في كل كليات مصر عددهم كتير جدا، لكن كانوا جابوا استاذ انتاج حيواني. مش دي القصه، وبداوا يجهزوا الهيكل لها ويهيكلوها، لكن يمكن مع ظروف الثوره واللي حصل في البلد ما اكتملتش دورها. المفروض ان الهيئه ديت فعلا مجلس الشعب هيكون ايه دور هيئه سلامه الهيئه دي منوط بيها ان هي تحط لي التشريعات بتاع الغذاء، تحط لي الغذاء دون المفروض ان ينتج كذا والتداول كذا والتخزين كذا، واللي يعمل شيء مخالف عقوبته كذا. طب احنا في غياب هذه الهيئه مين ده انت حضرتك لو جيتي تشوفي مين المسؤول عن رقابه الغذاء بلاقي معظم وزارات الدوله مسؤوله عن الغذاء. الاقي وزاره الصحه مسؤوله عن الغذاء لها دور رقابي على الغذاء. الاقي وزاره التومين اللي هي مره تتسمى التومين ومره تتسمى التضامن الاجتماعي لها دور برضه مسؤوله عن الغذاء اللي هي وزاره التومين اللي هي دور رقابي في الاسواق. الاقي وزاره الشركه القابضه للصناعات الغذائيه تابعه لوزاره الاستثمار اللي هي اكبر شركات في حكوميه في مصر بتنتج غذاء تابعه لوزاره الاستثمار. يعني بتلاقي اكتر وزاره الصناعه لها دور في رقابي برضه في داخل المصانع وكده. فبلاقي تعدد الجهات المسؤوله عن الرقابه بيفقد الرقابه دورها. هلاقي ان ده بيرمي الحمل على ده. هتلاقي ما فيش جهه واحده مسؤوله. يعني انا لو عندي جهه واحده مسؤوله انا حضرتك لو انا رحت عاوز اعمل مصنع غذائي دلوقتي، لو انا جيت عاوز اعمل مصنع غذائي هتلاقيني بروح 100 مكان عشان اعمل التراخيص. 100 مكان، لان كل جهه عاوز تراخيص من وزاره الصحه، عاوز تراخيص من وزاره الاستثمار، عاوز تراخيص من وزاره الكهرباء، من وزاره الصناعه، من وزاره البيئه. لا ده المفروض كل ده يتوحد في هيئه. الهيئه فعلا اللي هي فعلا كانت سلامه الغذاء بدات تتشكل فعلا، وكانوا يعني جالنا في كليات وفي اماكن كتيره جدا اعلانات عنها وان هي هتبدا يا ريت تكمل.
يا ريت الجهد ده يكمل ويطلع للنور. هي دي كمان من شأنها ان هي هتدعم الاستثمار، اكيد طبعا. انا كمستثمر من بره لما اجي الاقي ان عندي جهاز مرموق بيعمل رقابه، ما هو انا حضرتك في مشكله كبيره. انا مستثمر عندي فلوس وهاجي اعمل مصنع، هلاقي مين اللي بينافسني؟ المصانع اللي تحت بير السلم، اللي احنا المسمى الدارج الصناعه العشوائيه. هلاقي انا بنتج منتج انا دافع عليه ضرائب ودافع عندي عماله مدربه وعندي مكان كل هي حقيقي يعني صناعه الاغذيه او الصناعه العشوائيه للاغذيه يعني منتشره جدا. 80% من اللي او 70% من الغذاء اللي بيستهلكه المواطن المصري هو عشوائي. انا عاوز اقول لحضرتك كلمه عشوائي ديت هنقسمها لجزئين. الجزء عشوائي في التصنيع، وبلاقي ان انا لو بصينا حضرتك بالنسبه للتصنيع لو جينا نشوفنا تجاره الغذاء اكتر ربحيه، تجاره الغذاء المغشوش اكتر ربحيه من تجاره المخدرات. يعني هو بس ممكن يعني اضيف لحضرتك انه رئيس مجلس اداره غرفه الصناعات الغذائيه باتحاد الصناعات كشف عن الدراسه قامت بها الغرفه واثبتت ان 70% من غذاء المصريين تم تصنيعه بطريقه عشوائيه. طبعا ده بيؤدي لانه يكون في يعني النسبه اللي كانت موجوده في الدراسه ان 29% من الاطفال يعانون من سوء التغذيه. بالتالي هو كان طالب بإقامة مشروع قانون لإنشاء هيئة سلامة الغذاء. فلو احنا بنتكلم على انه 70% من غذاء المصريين يتم تصنيعه بطريقة عشوائية، هو المقصود بالطريقة العشوائية ان مفيش اتباع للمواصفات. المصنع بتلاقي مصانع كتيرة جدا، بالذات زي ما بقول لحضرتك تجارة الغذاء تجارة مربحة جدا. المصنع بيبدأ مش مؤهل، مكان عشوائي في منطقه عشوائيه، بيجيب ناس خبرات ما عندهمش خبرات، بيبدا يصنع، لان وبالتالي ما بيقدرش يحط المواصفات. انا هدي لحضرتك مثالين. احنا رحنا مصنع بالطلاب، بناخد الطلاب بتوع القسم بتاعنا طلاب البكالوريوس بنوديهم زيارات للمصانع عشان هيبقوا هم المهندسين بتوع المستقبل، فبيزوروا المصانع دي. فدخلنا في مصنع بينتج مشروبات كبير في العاشر من رمضان. سالت المهندس اللي واقف او الشخص اللي واقف على خط الانتاج، بقول له حضرتك خريج سنه كام؟ قال لي ده انا خريج تربيه نوعيه. يعني انا ما بقللش من قدر التربيه النوعيه، لكن مش مجاله. طب ده هيفهم يعني ايه لون طبيعي، ويفهم يعني ايه بسطره، ويفهم يعني ايه عصير، ويفهم يعني ايه نقطار، ويعني ايه فاكهه، ما عندوش خلفيه الكلام دي كلها. هو كل القصه ان معاه واسطه فاشتغل في المجال ده ومشي. ففي عندنا مصانع فعلا. رحنا مصنع يمكن اتقفل في الفتره دي، مصنع كان موجود في محافظه القليوبيه عندنا، كان بينتج منتجات لحوم. المصنع ده كان راجل معاه قرشين عمل مصنع في منطقه عشوائيه، والله كان بينتج لانشون وبرجر وسجق. كان بيحط النترات والنتريت الفضه بالجاروف، نترات اللي هي ما بتتحط المفروض بالملي جرام، بارت بالمليون، يعني دي لانها بتدمر الانسان. فده لانه وبالتالي بتلاقي الصناعات دي بيجيب خامه رديئه جدا، بيجيب عبوات رديئه جدا وبينتج. بتنشئ ازاي المصانع العشوائيه؟ بتلاقي المصنع العشوائي بينشا عبال ما تبدا الجهات الرقابيه تبدا تاخد معاه اجراء بعد سنه او اتنين، يبدا هو يرخص، ما بيقفلهوش. يبدا هو يقول ده انا ما اعرفش ان في ترخيص بيتجاب من الحته الفلانيه او المكان الفلاني، وما بيبقاش لو ما فيش رقابه على المنتجات اللي لا هو بتلاقي كتير جدا من المنتجات بالذات المخللات والحاجات دي بتطلع كلها في عبوات مجهوله المصدر، ولا مكتوب عليها اسم شركه، ولا مكتوب عليها سجل تجاري، ولا اي حاجه. طب هل ممكن ان احنا نحاول نعالج الموضوع من الطرف الثاني من المستهلك؟ المفروض المستهلك، بس هو قصه المستهلك دايما ان احنا كشعب فقير، المستهلك بيشوف الحاجه الرخيصه، يعني المستهلك دايما يدور على الشيء الرخيص. فبالتالي بتبص تلاقي، يعني انا لما اجي اشوف كيلو لانشون مثلا بيتباع في السوق ب 7 جنيه او ب 8 جنيه، اقل كيلو لحمه بيتباع ب 60 جنيه. طب منطقي ان الكيلو لانشون ده اتعمل منين؟ ده انا المفروض الخامه سعرها يعني ده المفروض بحط لها هامش ربح وبحط عليها حاجات تانية كتير. يعني المفروض ان الكيلو لانشون فعلا لو حسبته تجاريا مش هيقل عن سعر اللحمه، يبقى ب 60 او 50 او بالسعر ده. طب اما الاقي 7 جنيه هو عباره عن ايه؟ ممكن مواد نباتيه ممكن تتصنع فعلا كويس، لكن في الغالب يمكن كتير جدا حلقات في التلفزيون وفي البرامج التوك شو جات كتير قوي على مصانع عشوائيه في قلب القاهره بتنتج لحوم، ودخل ناس بيشتغلوا في برامج، وجات قبل كده مش عايز اقول اسم البرنامج، وصوروا وقعدوا اشتغلوا ازاي في المصنع، ناس يعني معاهم اعلام. السؤال هو المفروض هنا يبقى دورنا ايه ناحيه المستهلك؟ يعني احنا بنتكلم ازاي ممكن اوفر له سلعه تكون مناسبه لقدراته لكن في نفس الوقت تكون امنه على صحته. والله ده عاوز دور من الدوله الدور بتاعها الرقابي لازم يزداد. انا عندي لو حضرتك رحت شفت الجهات اللي انا بقول بتعدد عليها الرقابيه ديت، احنا احيانا بنديهم دورات. كنا نروح ندي دوره في مره للمفتشي الاغذيه، في مره في احد مديريات التومين او كده وبتاع. فالمكان اللي رحنا فيه عشان نشوف المفتشين دول عشان نبدا نديهم الدوره، المكتب الواحد قاعد فيه 10 افراد، فبنسالهم على طبيعه العمل بتاعهم. قالوا احنا ما بنتحركش
الا لما مشكله تحصل، لما يحصل تسمم او ناس يحصل ما دي لها مشكله دايما او ان كارثه احنا كبيره بنستنى جدا. الكارثه تحصل وبعد الكارثه كده تحصل نبدا نتحرك. نبدا نتحرك، لكن هم ولا عندهم معامل ولا امكانيات. ده في دول مش عاوز اقول اسماء الدول المحيطه بينا، احنا فين عندنا معامل الاغذيه اللي بتعمل تفتيش على الغذاء والحاجات دي، اللي هي قطاع خاص، ده المفروض القطاع هي الخاص النقطه يخش. الثانيه المفروض يكون في انا برضو يعني كان حملات تفتيش على المصانع. حملات مفروض. ده كان شركه بتنتج منتجات البان، فالشركه دي يعني صديق ليا او زميل شغال فيها، فبيقول احنا هنحط فيتامينات على الجبنه المطبوخه اللي بتنتجها الشركه دي. فبقول له طب الفيتامينات دي ممكن تتكسر مع المواد الحراريه، انت تقدرها ازاي؟ قال لي هو في حد بيراقبنا؟ انا بكتب ان موجود الفيتامينز دي موجوده، ولكن مين هيحل؟ اصل المعامل الموجوده عبال ما اودي لها ما فيش عندهم اجهزه الحديثه. الاجهزه بتاعه تحليل الاغذيه اللي بتكشف السموم وتكشف المواد الملوثه اجهزه غاليه السعر، ودي مش موجوده يمكن في مراكز البحوث في الجامعات، معامل وزاره الصحه مش بالقدر الكبير الموجود. لكن ده المفروض في كل مديريه تموين او كل في جهه رقابيه في محافظه ينشا مكتب لتحليل الاغذيه. انا كمواطن اخد ممكن اودي ماده غذائيه وهو يحللها لي ويطلع النتيجه ويرضيني والكلام ده كله، لكن ده احنا ما فيش يعني مش موجود خالص. ما فيش اي رقابه اقدر اقول عليها منظمه في مجال على المنتجات الغذائيه بتاعتنا. هو في عده عوامل المفروض يكون في عند اصحاب المصانع ضمير. والله انا هقول لحضرتك المصانع الكبيره يستهلكها الكبير والصغير، المصانع الكبيره كلها، انت حضرتك كنا بنتكلم على المصانع العشوائيه، لكن المصانع الكبيره بتخاف قبل ما بتخاف على اسمها. يعني اي مصنع كبير بتبص تلاقيه فعلا بينتج باسلوب علمي، بيحلل المنتجات بتاعته كويس، لانه بيخاف على اسمه. انا شركه مالتي ناشونال او شركه انترناشونال او شركه دوليه حتى بس محليه، بس انا انتاجي كبير بخاف على مين؟ بخاف على اسمي. فبتلاقيه بيعمل تحليلات يعني ما اقدرش اقول انا عشان ما يبقاش بس مجال ان انا اقول اسماء شركات، لا احنا عندنا شركات ما شاء الله ما شاء الله كويسه جدا في مصر. هو احنا عايزين نشجع، عايزين الاستثمار، لكن انا نفسي الشركات الكبيره دي. انا عندنا مناطق صناعيه في مصر، في برج العرب، في 6 اكتوبر، في العاشر، ما اقدرش اقول عليها حاجه. المناطق دي فيها شركات لكن هي الازمه ممتازة. اكتر في العشوائيات او في فانا لازم عشان انا اتغلب على العشوائيه ان انا اشجع الاستثمار اكتر، اسمح للشركات الاسماء الكبيره ان تبدا تخش مصر. كل ما بيخش اسم كبير لشركه عالميه في مصر هنا بيعمل نوع من المنافسه، او بيخلي الرقابه تزداد اكتر. الرقابه مين؟ ما بين الشركات وبعضها. ما انا ده لما باجي احيانا لو حضرتك تروح اي شركه من الشركات الكبيره بتلاقيه يجيب منتجات الشركات المنافسه ويقارن ما بينها عشان يشوف انا فين من الشركات دي. بس هي المفروض ده يعني احنا بنشوفها في الشركات العالميه بيكون في نوع من انواع المنافسه، ان احنا بنجيب منتجات الشركات المنافسه وبنعرف ايه هو مستواها وازاي احنا ممكن ده الشركات الكبيره في مصر بتعمل الكلام ده. لكن هي شركات اللي بنسميها بير السلم دي اللي عاوزه رقابه مننا، رقابه من جهتين. انا مش برضو هرمي. هل في نسبه بعدد المصانع العشوائيه اللي موجوده؟ لا ده لا يمكن حد يقدر يعدها. ده انت حضرتك لو مشيتي في قريه من القرى بتلاقي فيها 2 3 مصنع للمخللات، يعني ما فيش حصر. تلاقي اصلا المخبز، حتى المخبز اللي بينتج مش اللي بينتج المخبوزات العيش الحاجات دي، ما هو بيعتبر مصنع اغذيه مش بينتج غذاء للانسان. طب هل حد ده دخل شاف الملح بتاعه ولا الدقيق ولا السكر ولا الزبده اللي بيحطها ولا نسبها كام ولا نخل الدقيق ولا عمل حاجه؟ مصنع مخلي حد شاف الخامه اللي جابها ولا حط عليها ملح ولا عمل حاجه؟ لا هي القضيه كبيره والموضوع كبير، واحنا بنتمنى انه في يعني من حق المواطن المصري ان هو ياكل اكل صحي، ياكل اكل نظيف، ياكل اكل يكون امن على صحته. في نهايه حلقه النهارده بشكر ضيفي استاذ دكتور اشرف مهدي، استاذ دكتور الصناعات الغذائيه بكليه الزراعه بجامعه بنها. شكرا جزيلا لحضرتك، وبتمنى ان احنا نكون قدرنا ان احنا نحاول ان احنا نلقي الضوء على قضيه مهمه، وان احنا نوعي كمان المستهلك المصري فيما يتعلق بغذائه. شكرا اعزائنا المشاهدين، غدا ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده من لقاء خاص.